السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أختكم هناء بتمسي عليكم كل سنة وأنتم طيبين. أجازة نص السنة على الأبواب، ومعنى إيه الأجازة؟ يعني أنت هتتجمعي مع أولادك، مع حبايبك، مع إخواتك، وهتتجمعي ومع حبايبك اللي ربنا يخليهم لك. هتاكلوا مع بعض أكلة فسيخ حلو. فسيخ عبارة عن بوري نضيف، ده جاي امبارح، أنا حطيته في أكياس وقفلت عليه، والدنيا طبعا عشان ساقعة هو ماسك حلو شوية. بيته ليلة في الصيف، أنا ما ببيتهوش، بعمله على طول آخر اليوم. بتجيبي نص كيس ملح، لأن هم عايزينه عادب. عادب يعني إيه؟ يعني بدل ما أحط كيس ملح أنا حاطة نص كيس ملح، ومعلقتين شطة حراقة. وبعد زي ما انتوا شايفينه كده بحط في النخشوش اهو، وبعدين اشمعه هو تمام. دول 2 كيلو معمولين دلوقتي برضو متشمعين بنفس الطريقة اللي انا عاملاها، ودول 2 كيلو معمولين امبارح. دول يستوى قبل دول بيوم بمعنى اصح. عليكي كل يوم تنقلي كده وتقلبي كده، مش كل يوم، كل يومين تروحي قلبه كده، اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت. بس لازم اقفله بغطا محكم، ايه الغلق. تمام يا قلبي؟ هو لقمة يعني انت بتعتبريها ان هي صعبة، هي سهلة مش صعبة. وخصوصا لما تكوني انت عايزة تاكلي اكلة نظيفة لولادك، احسن ما تشتري من بره، واحسن ما تاخدي الحاجة غالية وفي نفس الوقت ما انتش ضامنة نظافتها. لكن دي على الاقل انت ضامنة نظافتها. تمام تمام يا قلبي. كل سنة وانتم طيبين. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.